تخيل تفتح عينك الصبح تلاقي العالم ساكت بطريقة تخوف. مفيش بني آدم واحد في الشوارع، العربيات واقفة ومفاتيحها فيها، الهدوم مرمية في كل حتة كأن أصحابها اتبخروا في لحظة. والأسوأ إن في حاجة في الضلمة، حاجة مش بتظهر غير لما النور يضعف، وبتاخد أي حد يبعد عن الضوء ولو لثانية. هتعمل إيه لو عرفت إن الشمس نفسها بقت تقصر يوم بعد يوم، وإن الليل بقى أطول من اللازم؟ هتجري تدور على حد حي زيك، ولا هتفضل متمسك بأي شعاع نور عشان بس تفضل موجود؟ فيلمنا بيبدأ جوه سينما قديمة، والمكان هادي بشكل مريب. بول شغال مشغل أفلام، قاعد لوحده في أوضة العرض فوق، لابس كشاف صغير على راسه كأنه عامل في منجم، وبيقرأ رواية غموض عشان يقاوم النوم. التعب باين عليه، فينزل يتمشى شوية ويلمح البنت اللي واقفة في كشك الحلويات ويبصلها بإعجاب خفيف قبل ما يرجع مكانه. وفجأة الكهرباء تقطع، السينما كلها تغرق في ضلمة كاملة، ثواني قليلة وأنوار الطوارئ تشتغل. لكن المفاجأة المرعبة إن كل الناس اختفت. الكراسي مليانة هدوم، نظارات، جزم، كل حاجة مكانها، بس أصحابها مش موجودين. بول يخرج يدور في المول الملاصق، يقابل فرد أمن تاني معاه كشاف، يسمعوا صوت جوه محل. الراجل يدخل يشيك، وفي لحظة يختفي هو كمان، ويسيب هدومه وجزمته على الأرض. في نفس الوقت في مستشفى قريبة، الدكتورة روزماري ماشية بكشافها بتنادي على حد يرد. تسمع أنين مكتوم، تمشي ورا الصوت لحد غرفة عمليات منورة بأنوار طوارئ. راجل على الترابيزة صدره مفتوح والبنج راح مفعوله. قبل ما تلحق تعمل حاجة، النور يقطع تاني والراجل يختفي قدام عينيها. نروح لشخص تاني اسمه لوك. يصحى الصبح يلاقي الشقة متحوطة بشموع، كانت صاحبته بيجي مولعاها استعداد لليلة رومانسية. الشمس طالعة بقوة لكن بيجي مش موجودة. ينزل الشارع عادي، ياخد جورنال من مدخل العمارة لحد ما يدوس على نظارة وهدوم مرمية. يرفع عينه يلاقي عربيات متروكة في نص الطريق، حوادث في كل حتة،